ايه ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اللي حصل في ماتش الزمالك وبيراميدز من رأيي على السريع. وعامة يعني قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت لسه ما عملتش لايك اعمل لايك جميل زي كده. وصل الفيديو ده 15 لايك على على اليوتيوب و50 لايك على التيك توك. ماشي. ولو لسه ما عملتش فولو في التيك توك واشتراك في اليوتيوب، اعمل الاشتراك وفولو في التيك توك. ظبطني يعني. واعمل كومنت كده جميل رايق زيك وشير وبس. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نقول رأيي في الماتش وكده، يعني حابب أبارك لعمر قريبي، والعم محمد حافظ، والعم حسن، والعم طارق اللي بيتفرج على الفيديوهات. تحية خاصة مني ليك. من أول الفيديوهات ومبسوط إن هي عجبتك يعني وكده وبتحب تتفرج عليا. أنا بتكلم عن الزمالك يعني وكده. مبروك عليكم الدوري، تستحقوه. الزمالك كان عامل موسم جيد جدا الصراحة، ويستاهل ان هو يتوج ببطولة الدوري لأكتر من سبب. عندهم روح، اللعيبة بتحب بتلعب عشان الجمهور، أو عندهم قتالية وجمهورهم بيحب النادي، ورا النادي مهما حصل. فدي حاجات برضو أثرت وخلت الزمالك في المكانة دي، وإن هو لحد صدر جدول الدوري وبنسبة 95% خلاص خد الدوري. فيعني مبروك ليهم، ويستحقوا ان هم يفرحوا يعني واهم حاجه ان هم يكونوا اكيد فخورين بناديهم يعني. وانا مبسوط ان الزمالك هياخد الدوري ده الصراحه يعني. مع اني ما بحبش حد ياخد الدوري غير الاهلي، بس يعني مبروك. عادي يعني، مرات بتحصل يعني. الاهلي ما بيكونش في احسن حالاته واحسن مواسمه وكده يعني. فمبروك لكل الزملكاويه الجمال المحترمين. لان كان اي حد هيشتم، ما ليس عليه وهظبطه يعني. ما تقلقوش يعني. الزملكاويه المحترمه بهنيهم بالدوري خلاص بنسبه كبيره يعني. مبروك الفوز على بيراميدز المنبطح كالعاده يعني. صراحه نبدا بقى نتكلم على الماتش شويه. شفت الماتش؟ الشوط الاول كان هادي، كان فيه فرص. كان فيه واحده لناصر منسي، وكان فيه واحده لعبد الله السعيد اللي ارتو اللي جنب القايم، وكان فيه واحده لزلاكا مش عارف ضيعها ازاي. بس وشوط يعني كان حسيته ممل شويه، واغلب اللعب كان في نص الملعب. الشوط التاني برضه حسيته نفس الكلام، لحد ما حسيته متراكم في نص الملعب. يعني الكورة ما كانتش بتخرج كتير ما بين نص الملعب وكده يعني. والدفاع كلها تحس ان كنا بنلعب صد رد يعني. لحد ما جه نزل شيكو بنزا، راح معدي مراوغة، اسمه ايه ده، راح مبصيها لشيكو بنزا تاني. ازاي راح مبصيها لبتزيرا، راح حاططها بتزيرا وجابوا الجون وقلع التيشيرت، والجون يعني كويس. من هجمة جميلة يعني. الشيكو بانزا راوغ وعدى فيها بشكل كويس يعني. بس انا شايف المدافع غلطته غلطة جارسيا ما تطلعش منه يعني. مريم مدافع كويس، مش عارف طلعت منه ازاي كده يعني. تراوغ بعد كده لعبها بانزا، وبانزا حطها جون يعني، جون حلو. وجاب الزمالك جون تاني، مش فاكر العرضية كانت من لشيكو بانزا بس اتحسب تسلل. اما بقى هتكلم عن نقطة بسيطة. الناس بتقول في ضربة جزاء وفي هاندز تقريبا ضربة جزاء، وفي الجون اوف سايد بتاعهم. مش عارف انا ليه الكلام ده. ما تسيبوهم يا عم يفرحوا، لازم يعني نكد فرحتهم وخلاص. ما تسيبوهم يا عم، بقالهم كتير ما فرحوش. سيبوهم يفرحوا بفريقهم ويبقوا مبسوطين بفريقهم. ايه يعني، عادي. هي الحياة كده يعني. مش هتفضل كل شوية تاخد بطولات وتاخد انجازات وكده يعني. اكيد هتيجي فترة وهتقع يعني، عادي. دي كل الفرق بتحصل معاها كده. ريال مدريد وبرشلونة ياما حصل معاهم كده، عادي يعني. والسيتي وارسنال عادي بتحصل. كل فريق وليه كبوة يعني. بس الفريق الشاطر بقى اللي هو يعرف يفوق فوق من الغيبوبة دي، من الكبوة دي يعني. بس فشفت الشوط التاني برضو اغلبيته كان في نص الملعب لحد كمان اخر دقيقة. الدقيقة 80 الزمالك ابتدى يهاجم، جاب الهجمتين بتوعه وخطف الماتش وجري. طار بالماتش. قال لك انا مش عايز حاجة تاني من الماتش، عايز اخطف ال 1-0 وانام عليها. ونام عليها وفضل يدافع، وخلص الماتش 1-0. مبروك لجماهير الزمالك تاني. نيجي لتقييم اللعيبه. واشوف انا اشوف تقييم اللعيبه من اول حراسه المرمى الزمالك. شوف مهدي سليمان شال واحده تقريبا خطيره، مش فاكر مش متذكر، فهديه 6 ولا 5. إيه... عصام عبد الجليل والونش 10/10. عمر جابر 6. فتوح ما حسيتوش 4 تقريبا. فتوح اللي كان بيلعب. نص الملعب عبد الله السعيد 3، ولا بلاش 3-0. ما حسيتوش. كان بطيء في استرجاع الكوره، وكان بطيء في التحرك بالكوره، وكان بطيء في ان هو يحرك ملعب وكده يعني. مين تاني كان في نص الملعب؟ محمد شحاته
اشوف ان هو 6/10 كويس عليه. متوسط يعني. في مين تاني؟ كان شحاتة وعبد الله. مش فاكر مين تاني الصراحة، دول اللي فاكرهم. وعدي ما حسيتوش 3 أو 2. منسي هي ما حسيتوش برضو 0. في مين تاني؟ مين تاني؟ بلزيرا على الجون اللي جابه 6.5. لكن كتوتال ما عملش ماتش كويس، 0 بالنسبة لي أنا كرأي يعني. شكوبانزا نزل عمل خطورة، عمل فرق 10. نزل آدم كايد ما حسيتوش، 0. نزل مين تاني؟ نزل مع محمود إبراهيم تقريبا، مش متذكر. ونزل أحمد ربيع بلا تقييم. لما البيز مع البيراميدز بقى فكلهم صفار. الوحيد اللي بقى عجبني فيهم هو الواد مهند لاشين. الواد لعيب قوي وعنده كورة وعنده فكر وبيستخلص كورة حلوة يعني. الواد ده نفسي يجي الأهلي، لو جه الأهلي هتبقى صفقة إيه، جميلة يعني. وإن شاء الله يجي الأهلي يعني. لاعب كويس وعمل ماتش رايق أوي الصراحة يعني. هو الوحيد اللي كان بيحاول من بيراميدز يعني. حتى الناس اللي نزلوا من بيراميدز 0 بس. وتحية لمعتمد جمال اللي من شبرا. كل رجال شبرا رجاله وجمال على الراس ويتشال والله. تحية ليه ومبروك بنسبة كبيرة الدوري ليه. ومدرب محترم وعامل أداء وتكتيك حاجة عظمة العظمة الصراحة. وعرف يسر الماتش كما هو عايز يعني. بس ده كان فيديو لذيذ خفيف. فيديو لذيذ خفيف، مش عارف انا متلعثم ليه كده. فيديو لذيذ خفيف كده على الرايق. قلت اقول رايي في الزمالك وابارك للزملكاويه. كان معكم عمر من قناه عموري وكره للجماهير. اشوفكم بخير. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك كومنت شير وظبط الدنيا كده. اشوفكم بخير. فيديو جديد. سلام. بحبكم.